أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك. مكملين طبعا من الدرس السابق من هذا القسم، وصلنا لهون نحن القسم الواحد أو الأول في 30 سؤال اليوم معنا. اليوم رح ناخد 50 سؤال طبعا، والدرس الجاي رح ناخد كمان 50 سؤال، بكون بنخلص من القسم التاسع من الأسئلة. فبندخل فورا على القسم واحد في 30 من الأسئلة. تدرب على الأسئلة، ندخل عليه. عندنا السؤال الأول اليوم معنا بيقول: سائق يسير ببطء ويعيق تقدمك بسرعة، ما هو التصرف الصحيح هنا؟ في سائق سيارة قدامك عم بيمشي شوي شوي أو ببطء، وطبعا عم يعيقك من تقدم بسرعة. ما هو التصرف الصحيح؟ شو بتتصرف معه؟ سأطلب منه أن يزيد في السرعة عن طريق الإضاءة التنبيهية. لا، هذا الشيء غلط، ممنوع تطويله هيك وتطلب منه شيء. سأسير خلفه إلى أن تسمح لي الفرصة بتجاوزه. هذا الشيء صح، بتمشي أول شيء وراه شوي شوي، وبعدين إذا سمحت لك الفرصة طبعا بتتجاوزه. سأسير خلفه مباشرة من أجل تقصير طريق التجاوز. هذا الشيء غلط، يعني إنه تلزق فيه بسيارته من وراء مشان تقصر من عملية التجاوز فيما بعد. هذا الشيء أكيد غلط. إذا أول شيء خليك وراه، بعدين لما بتسمح لك الفرصة طبعا بتقوم بتجاوزه. إجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي: أنت تحاول باستعجال تجاوز طابور للسيارات على الطريق السريع. أنت مستعجل بدك تتجاوز، في قدامك شيء 5 6 سيارات، طابور من السيارات على الطريق السريع. إلا أن أحد السيارات تسير ببطء نوعا ما. في وحدة أو سيارة من هدول اللي ماشيين قدامك عم تسير ببطء وعم تمنعك من التجاوز، وهو ما يشعرك بالإحباط والانزعاج. تشعر بالانزعاج طبعا لأن هي ماشي قدامك ببطء وأنت مستعجل. كيف تتصرف في هذه الحالة؟ شو بتتصرف في هذه الحالة؟ سأتمالك نفسي ولا أتجاوز إلا حين تسمح لي الفرصة لذلك. هذا الشيء صح، طبعا لازم تتمالك نفسك لحتى تسنح لك الفرصة للتجاوز، مثلا ما بتعصب وتخرب الدنيا بعدين. سأسير بشكل لاصق به وأشير إليه مطالبا أن يتيح لي إمكانية التجاوز بأسرع ما يمكن. هذا الشيء غلط، يعني إنه تمشي قدامه أو جنبه بشكل ملاصق وتشير إليه إنه يا عمي خليني أمره وأعطيني طريق وكذا هالأمور الثانية. لا، إذا أتمالك نفسي، بدك تطول بالك، ولا أتجاوز إلا حين تسمح لي الفرصة لذلك. إجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي: هل يعتبر تجاوز شاحنة قبيل التقاطع تصرفا متهورا؟ أكيد هذا الشيء عم بيقولوا إنه إذا في شاحنة في تقاطع طرق مثلا وفي شاحنة جنبك، فهل انه اذا تجاوزت هاي الشاحنة بيعتبر تهور؟ طبعا لانه الشاحنة حجمها كبير فممكن. نعم، لان الشاحنة يمكن ان تحجب رؤية الاشارات المهمة. هذا الشيء صح، اكيد الشاحنة حجمها كبير فممكن تحجب الاشارات المرورية المهمة. لا، لأن الشاحنة تسير غالبا بسرعة منخفضة. هذا الشيء غلط. نعم، لأن الشاحنة يمكن أن تحجب رؤية حركة المرور المتقطعة كمان لأنها حجمها كبير الشاحنة، فلما بتتجاوزها قبيل التقاطع بيعتبر أنه تصرف متهور. إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي: تسير السيارتان بسرعة 30 كيلومتر في الساعة تقريبا. عندنا هاي الصورة هلا، في عنا سيارتين قدامنا وعم تمشي هاي السيارتين بسرعة تقريبا 30 كيلومتر في الساعة. هل يسمح لك بتجاوزهما قبل المنعطف؟ طبعا في هون على اليسار في منعطف، هذا السهم مؤشر انه في منعطف هون على اليسار، فهن ماشيين بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، فهل مسموح لك تتجاوزهم؟ بنشوف الأجوبة. لا، لأن من الممنوع اجتياز خطوط السير المتقطعة. هاي إجابة غلط. طبعا مسموح لك تجتاز الخطوط السير، هاي الخطوط اللي بالنص المتقطعة. إذا كانت هاي الخطوط بشكل مستمر خط ساوي فممنوع تتجاوزهم. هلا هي متقطعة فمسموح لك تتجاوز هاي الخطوط. طبعا إجابة واحدة هون غلط. لا، لأن السيارة ذات اللون الفاتح قد تخرج من مسارها بهدف التجاوز. صح، لأنه هاي السيارة اللون فاتح تقريبا، ممكن هي كمان تفكر تتجاوز هاي السيارة اللي قدامها فممكن تخرج من مسارها. إجابة صح هاي. لا، لأن طريق التجاوز يصبح طويلا جدا. كمان إجابة صح، لأنه ممكن في قدامك سيارتين، فأنت إذا بدك تتجاوز هاي السيارتين فمسافة التجاوز رح تصير طويلة، وفي قدامك منعطف كمان بالحالتين يعني. فهي إجابة صح كمان. إجابتين معنا صح بهذا السؤال. بنروح على السؤال التالي: ما الذي يجب القيام به حين يتم تجاوزك؟ اوكي، هل انت ماشي بطريق سير وفي حدا عم يتجاوزك، شو لازم تعمل؟ زيادة السرعة؟ اكيد لا. عدم الزيادة في السرعة؟ نعم، ضل على سرعتك اللي انت كنت ماشي فيها. التزام اقصى اليمين قدر المستطاع، كمان هذا الشيء صح. لما حدا عم يتجاوزك من يسارك طبعا وانت ماشي، فلازم ما تزيد من سرعتك اللي انت ماشي فيها، تحافظ على سرعتك وكمان تلتزم اقصى اليمين قدر المستطاع. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي: ما هي الحالات التي يسمح لك فيها بتجاوز الترام من جهة اليسار؟
الترام بتشوفه باغلب الاحيان طبعا عم بيمشي بنص الطريق، اوكي، في نص الشارع. شو هي الحالات التي بيسمح لك فيها بتجاوز الترام من جهة اليسار؟ تمام. حين تكون الجهة اليمنى من الطريق ليس طريقا ذو اتجاه واحد بجانب الترام مغلقة من قبل السيارات الأخرى. ما مو مفهوم هذا الجواب بالضبط، ولكن غلط. على الطريق ذو الاتجاه الواحد، اذا كان الطريق هو نفسه هو ما في طريق اتجاه معاكس لك يعني، فممكن تتجاوزه من جهة اليسار. طبعا المسار الترام ما بيتغير، هو نفسه على السكة ماشي، ما بيروح لا يمين ولا يسار. واذا كان الطريق اللي انت ماشي فيه مع الترام باتجاه واحد، ما في حركة معاكسة لك، فمسموح لك تتجاوزه طبعا من جهة اليسار او من اليمين. حين تقع السكة في اقصى اليمين كمان، اكيد وقتها لما بيكون او بتكون السكة في اقصى اليمين، في ساعتها اكيد انت عم تتجاوز الترام من جهة اليسار. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. يرجى تشغيل الفيلم لتصبح على دراية مع الوضع. سؤال فيديو، بنشغل الفيديو. طيب ماشيين خارج المجال الحضري، انتبهوا على المراية من ورا، في سيارة ورانا زرقاء وفي وحدة حمراء عم بتقوم بالتجاوز. هلا تجاوزت الزرقاء ووصلت لعنا، وفي قدامنا شاحنة جاي من طرف المعاكس، اوكي. بنرجع بنعيد الفيلم. اوكي انتبهوا، من ورا في سيارة حمراء عم بتقوم بالتجاوز، طبعا تجاوزت الزرقاء اللي وراي وقربت لعندي، وفي من قدام شاحنة جاي باتجاه المعاكس على هذا الطريق. تمام. الى المهمة. كيف ينبغي ان تتصرف الان؟ ازيد السرعة، هاي اجابة غلط لنا. الابطاء، نعم. اقود في اقصى اليمين. اذا عدى معنا قبل شوي سؤال بدون فيديو، انه اذا حدا عم بيتجاوزك شو لازم تعمل. اكيد هنيك انه كان الجواب انه تحافظ على سرعتك، ولكن هون هلا يعني شوي انه لازم تبطئ، بحيث انه تخلي مجال لهي السيارة الحمراء تدخل قدامك. فاذا ما اذا ما ابطأت او ما خففت من سرعتك، ممكن ما يخلص معه هذا، يدخل لقدامك يضرب بالشاحنة، بتصير مشكلة كبيرة بعدين. فلازم بهاي الحالة هون الابطاء واقود في اقصى اليمين. اجابتين معنا صح. طبعا ازيد السرعة ما بيصير، فشلونك تخليه هذا يدخل قدامك اذا زدت السرعة. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما الذي يجب توقعه في هذا الوضع؟ عندنا هاي الصورة اللي قدامنا، في سائق دراجة هوائية قدامنا، وفي قدامه عائق او سيارة واقفة، فهو اكيد راح يطلع على اليسار ويكمل طريقه. بنشوف الاجوبة. سيمر راكب الدراجة الهوائية يسارا من جانب السيارة المركونة، اكيد هذا الشيء، هذا بده يكمل طريقه الزلمة، ففي سيارة قدامه، سيمر يسارا لحتى يكمل طريقه، نعم. سينزل راكب الدراجة الهوائية لكي يسمح لي بالمرور، اجابة غلط. يعني حضرته هون راح يوقف هون والله يخلينا نعدي نحن، لا هو راح يعدي، ما راح يخليك انت تعدي. اجابة غلط هاي. وجود حركة مرور معاكسة كمان ممكن، تخيلوا الأسوأ، ممكن تكون في حركة مرور معاكسة كمان. مبين من عندي انه هون في سيارة حمراء، بين شوي من انه ممكن تكون جاية سيارة حمراء. اجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. ما هي انواع المركبات التي لا يمكن تجاوزها الا اذا كانت المسافة الجانبية الكبيرة؟ شو هي انواع المركبات او السيارات او الدراجات او الموتورات اللي ما بيمكن او مو ممكن تجاوزها الا اذا كانت المسافة الجانبية كبيرة، اكثر من مترين مثلا؟ الدراجات الهوائية اكيد لازم تكون بينك وبين الدراجات الهوائية اقل شيء مترين ثلاثة. النارية نفس الشيء. الترام لا، ترام له قلنا مسار سكة يعني وعم بيمشي عليه، فما راح لا يعني ينحرف لا يمين ولا يسار، له مسار خاص فيه وعم بيمشي فيه، ما دخلنا فيه. نحن بهمنا الدراجات الهوائية والدراجات النارية تكون بيناتنا مسافة اقل شيء مترين ثلاثة لحتى نقدر نتجاوزهم. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما هي الحالات التي يجب فيها انهاء التجاوز؟ طيب هلا انت عم تقوم بعملية تجاوز لاحدى السيارات على الطريق مثلا، شو هي الحالات اللي خلص بتبطل التجاوز، لازم ترجع لمسارك او تنهي التجاوز؟ عندما تخفض السيارة المتجاوزة سرعتها بشكل كبير. اجابة غلط. بما انك انت عم تقوم بالتجاوز فاكيد انت ما راح تخفض من سرعتك، انت عم تزيد من سرعتك. هذا الجواب ما له علاقة بالسؤال كله. عندما تسرع السيارة المتجاوزة بشكل مفاجئ، هذا الشيء ممكن لما انت عم تتجاوز سيارة ما، وهي السيارة اللي انت عم تتجاوزها تسرع بشكل مفاجئ، فساعتها انت خلص عمي تفضل معناتها ما بدك يعني تجاوزك، فبترجع لمسارك. اجابة صح هون. عندما ينشأ خطر بسبب ظهور مفاجئ لحركة مرور معاكسة، يعني انت عم تقوم بتجاوز سيارة ما، ففجأة طلع لك او طلعت قدامك سيارة معاكسة في اتجاهك وجاي باتجاهك، يعني في ساعتها اكيد بتخفف وبتبطل عملية التجاوز او تنهي عملية التجاوز. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما هو الامر الواجب فعله اثناء التجاوز فيما يخص السرعة؟ شو هو الامر الواجب فعله اثناء التجاوز فيما يخص السرعة؟ السؤال واضح.
لا يسمح للشخص المتجاوز بزيادة سرعته. نعم، يعني الشخص اللي اذا في حدا عم بيتجاوزك فانت ممنوع تزيد من سرعتك تخليه يتجاوزك. يمنع تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، كمان هذا الشيء صح. فبغرض التجاوز ممنوع تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها. أن يسير الشخص الذي يقوم بالتجاوز بسرعة أكبر، هذا الشيء كمان صح. لما بدك تقوم بعملية تجاوز طبعا فلازم تقوم أو تقود بسرعة أكبر لحتى تتم عملية التجاوز. يعني 3 إجابات معنا هون صح. بنروح على السؤال التالي: لماذا تكون محاولة التجاوز مباشرة بعد انقطاع السير في الاتجاه المعاكس خطيرا عندما تكون أنت الأخير في طابور السيارات؟ ليش بتكون محاولة التجاوز خطيرة لما بينقطع السير في الاتجاه المعاكس؟ هلا في قدامك اتجاه معاكس جاي طابور سيارات كمان، انقطع هذا السير، خلص يعني خلصت السيارات الجاية في الاتجاه المعاكس. هلا انت بالطابور اللي على اليمين اللي بده يبلش يتجاوز، انت اخر واحد موجود. فليش عم بيقولوا بهاي الناحية او بهاي الحالة ليش خطير رح يصير وقتها؟ لانه عليك ان تأخذ في عين الاعتبار ان سائقين اخرين يحاولون التجاوز ايضا. يعني لان انت اخر واحد بهذا الطابور اللي كنتوا ماشيين فيه، طبعا انقطع السير اللي جاي في اتجاه المعاكس، فالسيارات رح تبلش تتجاوز بعضها. يعني بما انك انت اخر واحد في الطابور، فانت لازم تحسب حساب انه سائقين اخرين اللي قدامك مثلا سيحاولون التجاوز ايضا، هذا الشيء صح. لان مسار التجاوز قد لا يكون كافيا، كمان كونه في طابور قدامك سيارات، اكيد انتم كنتوا ماشيين وعم تستنوا ليخلصوا السيارات في اتجاه المعاكس، مسار التجاوز قد لا يكون كافيا بسبب كبر الطابور طبعا. لأن الاضطرار للعودة إلى مسار السير يمكن أن يؤدي إلى حادثة. كمان لما بتطلع من طابور تبعك يعني وبهدف التجاوز، كونه في طابور قدام جنبك كمان اللي عم تتجاوزه انت، ممكن يؤدي الى حادثه كمان. ف3 اجابات هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي: تتقدمك في الطريق شاحنه تعطي اشاره ضوئيه يمينا وخلفك سائق سياره يبدو على عجله من امره. قدامك في شاحنة عم تعطي إشارة ضوئية أو غماز يميني، وفي وراك سائق سيارة بده إنه مستعجل شكله. ما الذي يمكن فعله في هذه الحالة؟ شو لازم تعمل بهاي الحالة؟ وراك واحد مستعجل شكله وقدامك شاحنة عم بتأشر على اليمين أو غماز يميني شغال. تتقدمك في الطريق شاحنة تعطي إشارة ضوئية يمينا. قدامك شاحنة عم تعطي أو مشغلة غماز يمينا، أوكي. وخلفك سائق سيارة يبدو على عجلة من أمره، وفي وراك سيارة شكله مستعجل. ما الذي يمكن فعله في هذه الحالة؟ إذا في وراك سيارة شكله مستعجل بده يتجاوز مثلا الزلمة، وفي قدامك شاحنة عم تعطي إشارة يمينا. فلن أحاول التجاوز إلا إذا تأكدت من كون الطريق تسمح بالتجاوز بدون أخطار. أكيد هذا الشيء صح. ما بتتجاوز الشاحنة اللي قدامك إلا لما بتتأكد من الطريق إنه ما فيه أخطار. سأقوم بالتجاوز لأنني أفترض أن سائق الشاحنة يريد أن يعطيني إشارة كي أتجاوزه. هاي إجابة غلط. بسوريا هاي إجابة صح على فكرة. كنا نتجاوز بعضنا بسوريا على الطرقات العامة لما بيكون اللي قدامك شاحنة أو سيارة مثلا، والطريق أنا ماني شايفها كلها بس هو شايفها طبعا، هو كونه عم بيمشي قدامي، فكان يشغل غماز اليميني مثلا ويقول لك انه تفضل. يعني اذا شغل غماز اليساري معناتها لا في سياره جايه، اما اذا شغل غماز يميني بسوريا عم بحكي انا، فانتوا معناتها تفضل في طريق فاضي وبتقدر تتجاوزه. كان هذا الشيء متوفر بسوريا بصراحه، بس هذا الشيء ما بينطبق طبعا هون على المانيا. سأعمل على توسيع المسافه الفاصله مع الشاحنه لاسمح للسياره المتعجله بالمرور او بالتجاوز. كمان راح بعمل شوي او بوسع المسافه بيني وبين الشاحنه اللي قدامي مشان اسمح لهي السياره المتعجله بالتجاوز. شكله مستعجل الزلمه. اجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي: متى يكون التجاوز ممنوعا؟ امتى بيكون التجاوز ممنوعا؟ طبعا عندما لا تستطيع الاسراع اكثر بكثير من السياره التي تريد تجاوزها. لما بتكون سيارتك بطيئه يعني وما بتسحب وما بتقدر تأسرع من أكثر من السيارة اللي بدك تتجاوزها، فهذا الشيء أكيد بيكون وقتها ممنوع التجاوز. عندما لا يمكنك أن ترى مجمل مسافة التجاوز، كمان هذا الشيء مثلا في قدامك منعطفات أو مرتفعات مانك شايف طريق الكامل أو مسافة التجاوز المناسبة لك، فممنوع التجاوز وقتها. عندما تكون حالة المرور غير واضحة، كمان هذا الشيء ممكن يكون في سيارات جاية بالاتجاه المعاكس او في اشجار، المهم حالة المرور كمان غير واضحة، ساعتها ممنوع التجاوز. 3 معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي: من الواضح ان الشخص الذي يقوم بالتجاوز اساء التقدير، ماذا عليك ان تفعل؟ هاي الصورة معنا هلا. في هاد سائق سيارة مثلا عم بيقوم بتجاوز هاي السيارة، ولكن هو اساء التقدير مثل ما بيقولوا. وما حسب المسافة، وانا جاي طبعا هيك بالاتجاه المعاكس له.
فشو بتتصرف؟ يمكن شو السؤال؟ الفرملة فورا والانحراف يمينا للتفادي، هذا الشيء صح. مواصلة السير بلا تغيير لا، إذا مواصلة السير بلا تغيير بتضرب فيه يعني. فالزلمة هذا عم يتجاوز هاي السيارة، ولكن ما حسبها منيح، وأنا جاي بالاتجاه المعاكس، فلازم اتفادى يمينا والفرملة فورا كمان، لخلي مسافة بيني وبينه لحتى هو يرجع يدخل على هذا المسار. الزلمة أخطأ يعني. فإجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ماذا عليك مراعاته إن كنت تريد التجاوز؟ عنا هاي الصورة هلا عم بيقولوا شو لازم تراعي لما بدك تتجاوز هاي السيارتين. طبعا السيارة الأولى مو مبين شيء منها، كمان لونها بيضة، يعني ليش يجيبوا هيك صور ما بعرف يعني. طيب يجيبوا غير لون، مبين منها بس الظل هون. أوكي، فشو لازم تراعي لما بدك تتجاوز هاي السيارتين؟ بنشوف الأجوبة. قد تبدأ سيارة النقل بتجاوز المركبة التي تسير قبلها، ممكن افترض الأسوأ طبعا. هاي سيارة النقل اللي ورا الصغيرة هاي، ممكن كمان هي تقوم بعملية تجاوز السيارة اللي قدامها، فلازم تفترض هالشي. بما أنك لا ترى حركة مرور معاكسة فإنك تستطيع التجاوز بلا تردد، هاي إجابة غلط. قد تظهر حركة مرور معاكسة، نعم. أنا أصلا مبين من عندي هون في سيارة شكلها خضرا هيك من بعيد جاي، فممكن تظهر حركة مرور معاكسة. إجابتين معنا هون صح. بنروح على السؤال التالي. يرجى تشغيل الفيلم لتصبح على دراية مع الوضع. بنشغل الفيلم لنصبح على دراية مع الوضع. طيب، جوا المدينة في قدامنا سائق دراجة هوائية. اوكي، طيب شو صار يعني؟ والله ما فهمت انا. نرجع نعيد الفيلم. شو بدهم يعني؟ شكله انه يعني ما تتجاوز الدراجة الهوائية يعني. ماشيين ببطء ورا الدراجة الهوائية. طيب، طبعا شوف الخط اللي بالنص، هذا الخط المستمر. بنروح على المهمة. هذا الخط المستمر هون ممنوع تجاوزه، معناتها ممنوع تجاوز السائق الدراجة الهوائية. إذا كان هذا الخط متقطع مسموح لك تتجاوزه. أوكي، هون طبعا شوفوا متقطع ومستمر، فهون بهاي العوجة بس لعند الشارع مسموح لك تتجاوزه، مثلا إذا بدك تروح لهذا الشارع. هون متقطع ومستمر. أوكي، بنشوف السؤال هون. كيف يجب عليك أن تتصرف في هذا الموقف؟ أزمر كي يفسح سائق الدراجة النارية لي الطريق. أول شيء هذا مو نارية، هذا هوائية، غلط. ممنوع التزمير. أتجاوز الدراجة الهوائية، لا. أبقى وراء سائق الدراجة الهوائية، هي إجابة صح. خليك وراء، لأني ممنوع تتجاوز هذا الطريق، قلنا إنه في خط متواصل هون بالنص، فلازم تضل وراء معناتها. أزمر لا. أتجاوز الدراجة الهوائية لا. أوكي، إجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. بيقول على طريق بمسارين تقترب وأنت تسير على المسار الأيسر من سيارة تخرج من مسارها للتجاوز، كيف تتصرف؟ انتوا ماشيين بطريق عليه مسارين، اوكي، جنب بعضهم، واحد يميني وواحد يساري، وانت ماشي على المسار الايسر، هذا الايسر. اوكي، فمن سيارة تقترب من سيارة وانت تسير على من سيارة تخرج من مسارها للتجاوز. في سيارة هون يمينك مثلا عم تخرج من مسارها للتجاوز قدامك، شو بتتصرف؟ ماشي، وحافظ على مسافة كافية من السيارة التي تسير امامي. اجابة صح. لازم تكون في مسافة بينك وبين السيارة اللي امامك اكيد. اقترب اكثر من السيارة واستخدم البوق والوامض. إجابة غلط. أسمح للسيارة التي أمامي بالتجاوز. خلص يا عمي، خليه إذا هو مستعجل معناتها بتخليه يمر يعني، أو يتجاوز. إجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. ما هي الحالات التي يجب عليك فيها تشغيل الوامض الضوئي؟ إمتى لازم تشغل غمازات، يميني أو يساري؟ عند ترك طريق منحنية ذات أسبقية للسير في اتجاه مستقيم؟ لا. بما أنك بمسار مستقيم، أو حتى لو كانت الطريق منحنية ولكن في اتجاه مستقيم، فما راح تشغل لا وامض ايمن ولا ايسر. اجابه غلط هاي. عند او قبل الخروج من الصف بهدف التجاوز او المرور جنبا. اجابه صح. لما بدك تطلع من الصف بقصد التجاوز لازم تشغل يسارا، انه راح تتجاوز مثلا السياره اللي قدامك. وقبل الدخول في الصف من جديد بعد التجاوز كمان، لما بتتجاوز السياره اللي انت بدك تتجاوزها، اول شيء بتشغل يسار، تطلع بتتجاوز، بعدين بتشغل يمين، انه بحيث انه ترجع للصف تبعك من جديد. اجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. متى يكون الشخص الذي يقوم بالتجاوز معرضا للخطر؟ امتى هذا الشخص اللي عم يتجاوز السيارات يكون معرض للخطر؟ عندما يقوم الشخص المتجاوز بتخفيض سرعته بشكل كبير جدا. لا، بما انه هو اللي عم يقوم بالتجاوز فاكيد ما راح يخفض سرعته، عم يزيد بالعكس من سرعته. بالخروج من الصف قصد التجاوز، نعم. عندما يقوم الشخص المتجاوز
بالخروج من الصف قصد التجاوز ممكن وقتها يكون معرض للخطر، إجابة صح هون. بالإسراع بشكل مفاجئ كمان يمكن وقتها يكون معرض للخطر. هذا الشخص اللي عم يتجاوز طبعا، مو المتجاوز أو المتجاوز. أوكي، إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما هي الأخطاء التي تجعل التجاوز خطيرا؟ هاي الأسئلة كلها عن التجاوز. أوكي، حتى وعلى الطرقات المستقيمة والتي تكون فيها الرؤية واضحة. في شو هي الأخطاء اللي بتجعل التجاوز خطيرا حتى لو الطريق فيها رؤية واضحة وطريق مستقيم وما في أي مشكلة عليه؟ فشو هي الأخطاء اللي ممكن تجعل التجاوز خطيرا؟ تقدير مسافة التجاوز الخاصة بك على أنها أقصر من الواقع. تقدير مسافة التجاوز الخاصة بك على أنها أطول من الواقع. تقدير المسافة التي تفصل بينك وبين السيارات المقابلة على أنها أكبر. هذا الشيء صح. أول شيء أنه بتقدر المسافة اللي بينك أو اللي تفصل بينك وبين السيارات المقبلة على أنها أكبر من الواقع، مع أني يعني أنه أنت عم بتقوم بالتجاوز وشفت سيارة جاية بالاتجاه المعاكس، أنت بفكرك يعني عم بتقدر أنه في مسافة كبيرة بينك وبين هاي السيارة الجاية باتجاه المعاكس، فساعتها هذا الشيء ممكن يشكل خطر وبالعكس تماما بتكون السيارة قريبة كتير عليك، فأنت مثلا متخيل أنه هي بعيد عنك 2 كيلومتر. هذا الجواب هذا معناته أوكي انه هذا الشيء ممكن يشكل او خطأ كبير يشكل خطر كمان. هلا هدول الاجابتين انه تقصير مسافة الجزء على انها اقصر من الواقع، هاي اجابة صح كمان، لانه تقدير مسافة الجو خاصة بك على انها اطول من الواقع، فهذا الشيء لصالحك طبعا. لما بتتخيل او تقدر انه في مسافة طويلة بينك وبين السيارة المتجاوزة، هذا الشيء بيفيدك، ما راح يصير مشكلة. ولكن لما بتقدر مسافة التجاوز الخاصة بك على انها اقصر من الواقع، فهذا الشيء ممكن يشكل خطر. لانه ليش؟ لاني انت مفكر حالك بدك تتجاوز هاي السيارة مثلا ب 200 متر، اوكي، وهي هذا الشيء غلط. لما مثلا وقتها انت بتتجاوزها ب 400 او 500 متر 500 متر او 1 كيلومتر، فانه بتقدر انه هاي المسافة انه لازم تكون اطول من الواقع. فهمتوا هذا السؤال؟ نفسي اسمع منك جملة مفيدة. جملة مفيدة ولا مش جملة؟ هو انت جايبني عشان تخليني اخلص انت ولا كلمة، ما تقولش اي حاجة. ما بعرف شلون بدي اشرح لكم اياها. المهم هذا هو الجواب، انه اقصر من الواقع مسافة التجاوز بينك وبين السيارة اللي عم تتجاوزها، واللي جاي بالاتجاه المعاكس على انه اكبر من الواقع. اذا اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما هو الشرط الذي يجب مراعاته عند الخروج من الصف بهدف او من اجل التجاوز؟ شو هو الشرط الذي او يجب مراعاته عند الخروج من الصف من اجل التجاوز؟ يجب على سائق السيارة التي تسبقك أن تشغل أو يشغل الوامد الأيمن. إجابة غلط، لأن هذا الشيء بسوريا ممكن، هون لا. عند وجود أي خطر يهدد سلامة حركة المرور المعاكسة، نعم يجب مراعاته عند الخروج. نعم، إذا كان في خطر يهدد حركة المرور المعاكسة فممنوع التجاوز وقتها. عدم وجود أي خطر يهدد سلامة المرور التالية، كمان هذا الشيء ممكن. بما أنك أنت عم تطلع بقصد التجاوز على اليسار، التالي المرور اللي جنبك او من وراك لازم تنتبه لهم بشكل منيح انه ما تهدد سلامتهم، وكمان اذا في حركة مرور معاكسة لك كمان ما تهدد سلامتهم. فهالشرطين لازم تراعيهم من اجل التجاوز. اجابتين معنا هون صح. بنروح على السؤال التالي. اوكي، كيف يجب عليك انهاء التجاوز؟ بعد ما تتجاوز كيف لازم تنهي هذا التجاوز؟ أن تعلن بشكل واضح وضمن وقت كاف على أنك ستأخذ مكانك يمينا من جديد. هذا الشيء صح. لما بتطلع بالتجاوز أو بتتجاوز سيارة لازم تعلن بشكل واضح، تشغل غماز يميني أنه رح ترجع تأخذ مكانك يمينا في الصف من جديد. هذا الشيء صح. أن تغير سيرك إلى الجهة اليمنى بقرب شديد من السيارة التي تجاوزتها. هي إجابة غلط. يعني كيف بقرب شديد من السيارة التي شو بتعمل حادث معها؟ إجابة غلط هاي. أن تأخذ مكانك يمينا مجددا بأسرع وقت ممكن ولكن دون عرقلة السيارة المتجاوزة أو المتجاوزة. ماشي، إنه بترجع تأخذ مكانك يمينا بأسرع وقت ممكن ولكن دون عرقلة السيارة المتجاوزة، مو بقرب شديد. شفتوا كيف؟ إجابة هون غلط، هاي هون صح. إجابتين معنا صح. بنروح على السؤال التالي. كيف يجب عليك أن تتصرف؟ عنا هاي الصورة هلأ. شو لازم تتصرف بهاي الصورة؟ في قدامنا بالطريق المعاكس، طبعا هذا الزلمة طاحش هون انه في هذا الخط المستمر هون ممنوع تجاوزه اصلا، فهو بالحالتين متجاوز هذا الخط بهدف انه في عنا قدامنا دراجة هوائية عم يتجاوز الدراجة الهوائية. لازم قلنا انه تكون بينه وبين الدراجة الهوائية
زلمه متبع القاعده، يعني هون في شيء تقريبا 2 متر او 3 متر، ولكن مو متبع القاعده الثانيه انه لازم ما يتجاوز هذا الخط المستمر. هو متجاوزه هلا وعم يتجاوز الدراجه الهوائيه وجايب قابلنا بالضبط. فشو بتتصرف؟ مواصله السير دون تخفيض السرعه لاجبار الشاحنه على عودتها لمسارها الايمن. اجابه غلط، يعني مو منطقي يعني انه تمشي كمان انت ايه وبعدين شو بتضربوا بعضكم، يعني بلكي ما رجع لمساره مثلا. اجابه غلط. الفرمله والسير يمينا للتفادي. يا عمي ريح راسك وخلاص، هدي وسير يمينا للتفادي افضل ما كمان انت تروح تضرب فيه، يعني خليك انت العاقل مثل ما بيقولوا. اوكي، اذا الفرمله والسير يمينا للتفادي. اجابه واحده هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. لماذا يمكن ان يكون التجاوز خطيرا حتى على الطرقات المستقيمة والتي تكون فيها الرؤية واضحة؟ كمان عدى معنا قبل شوي سؤال بيشبه هذا السؤال. لأن سرعة حركة المرور المعاكسة يمكن تقديرها على أنها منخفضة أكثر من الواقع. تقديرها على أنها مرتفعة أكثر من الواقع، هذا الشيء بيفيدك. إذا هذا أول واحد، تقديرها على أنها منخفضة أكثر من الواقع، يعني أنه السيارات اللي جاية قدامك أو بشكل معاكس لألك، ماشي، ممكن تقدر انت انه هي منخفضة اكثر من الواقع. بالعادة هي يعني بالعكس تماما، انه السيارات اللي جايه بالطرف المعاكس ممكن تكون سرعة عالية كتير، انه انت تفكيرك انه انت تتخيلها انه ماشي ببطء. فهذا الشيء بشكل خطر طبعا على الطرقات المستقيمة وحتى اذا كانت الرؤية فيها واضحة. ماشي، اذا اجابة واحدة هون معنا صح، انه منخفضة اكثر من الواقع وليست مرتفعة. اذا مرتفعه هذا الشيء لصالحك. بالعكس، اذا انت بتتخيل اللي جاي قدامك مثلا سرعته مرتفعه، فاكيد ما راح تلحق تتجاوز السياره اللي قدامك، ساعتها ما بتطلع للتجاوز اصلا كله على بعضه. اذا منخفضه اكثر من الواقع. اجابه واحده معنا صح. هون بنروح على السؤال التالي. تقوم سياره بتجاوز طابور السيارات التي تتجاوز به بشكل متهور. هلا في سياره عم تتجاوز طابور السيارات اللي انت موجود فيه، مثلا 5 سيارات ماشيين بالطريق، في واحد سائق متهور عم بيقوم بالتجاوز. اوكي، هلا وبسبب قدوم سيارات في الاتجاه المعاكس، في سيارات جايه باتجاه المعاكس الكم لهذا الطابور، يحاول هذا السائق او الدخول في الصف امام السائق الذي يتقدمك. هذا الشخص المتهور طبعا اللي عم بيقوم بالتجاوز عم بيحاول هلا يرجع يدخل بالصف كونه في سيارات باتجاه المعاكس جاي، الا ان هذا الاخير ينزعج ويغلق امامه الطريق. السياره اللي قدامك ما بده يدخله قدامه، بينزعج منه وبيغلق الطريق قدامه بحيث انه هو هذا المتهور ما يرجع للصف ثاني مرة. اوكي، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ انت شو بتعمل؟ سأحاول فسح مجال لهذا السائق للدخول في الصف من جديد. خلاص، اذا اللي قدامي ما سمح له واذا انا ما سمحت له واللي وراي ما سمح له وفي اتجاه معاكس سيارات جايه، فراح تصير مشكلة كبيرة. اذا لازم افسح له المجال لحتى يرجع يدخل بالصف امامي مثلا. لا اقوم بشيء فانا غير معني بالامر. لا، انت معني بالامر كونك انت ماشي ضمن هذا الطابور. سأغلق الطريق أمامه أيضا كي ألقي لهذا السائق المتهور درسا. يا عمي لا، هذا الشيء غلط. كيف رح تلقنوا درسا؟ طيب وإذا ميلانه بسيارته، هو نحن وانتم ماشيين بالسيارة ما يكون على اللوح وطاولة وطبشور ودنيا، انتم ماشيين بطريق سير، يعني شو تلقنوا درسا؟ ممكن طيب هو كمان إذا تضايق كتير وفي سيارة جاية باتجاه المعاكس يضرب سيارتك مثلا، ساعتها بتصير مشكلة كبيرة. والله أنت بدك تلقنه درسا؟ لا، تفسح له المجال يدخل قدامك وصلي على النبي. اوكي، اجابه واحده هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. لقد تشكل طابور من السيارات خلف شاحنه. اوكي، اي سياره عليها ان تتجاوز اولا. تمام، في وراء شاحنه تشكل طابور من السيارات، مثلا 5 سيارات وراء شاحنه عم تمشي ببطء، فاي سياره عليها ان تتجاوز اولا؟ طبعا اول سياره خلف الشاحنه، مو اخر سياره. اول سياره ماشيه خلف الشاحنه هي من حقها تتجاوز اولا. اجابه واحده هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما هي الحالات التي يمنع فيها التجاوز؟ كمان شو هي الحالات اللي ممنوع فيها التجاوز؟ في الحالة التي يكون أو يمكن فيها أن تكون حركة المرور المعاكسة معاقة، هذا الشيء صح. عندما تكون حالة المرور غير واضحة، كمان هذا الشيء صح. لما بتكون حالة المرور غير واضحة قدامك فممنوع التجاوز. في جميع الشوارع ذات الاتجاه الواحد، هذا الشيء غلط. بالعكس، في الشوارع ذات الاتجاه الواحد مسموح التجاوز. يعني إذا إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. يرجى تشغيل الفيلم لتصبح على دراية بالوضع. بنشغل سؤال فيديو. طيب ماشيين نحن هلا ورا باص تقريبا، شو راح يصير؟ وقف الباص، أشر بدي يطلع ركاب. نرجع بنعيد الفيديو. طيب نحن ماشيين هلا ورا باص، الباص لقدام بيوقف عند المحطة تبعيته، مؤشر غماز رباعي.
بده ينزل او يطلع ركاب. شو بنتصرف هون احنا يمكن؟ طيب اكيد بدنا نتجاوز الباص. طيب نروح للمهمة. ماذا عليك ان تراعي؟ استطيع تجاوز الباص بسرعة المشي. نعم، هذا الشيء اخذناه بدروس سابقة انه ممنوع تتجاوز الباص الا بسرعة المشي. لا يحق لي اتجاوز الباص. لا بحق لك تتجاوز الباص طبعا. اشخاص قد يقطعون الشارع. ممكن عندها معنا كتير اسئلة انه ممكن اشخاص يعبروا الشارع مثلا لحتى يركبوا الباص. هون عم بيقولوا ماذا عليك ان تراعي، اذا اشخاص قد يقطعون الشارع كمان. خيل الأسواق. إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال الأخير بهذا القسم. يمكن في أي جهة يمكن تجاوز الترام الذي يمر في وسط الطريق؟ الشارع ليس في اتجاه واحد. في أي جهة؟ أكيد يمينا. الترام احسبوه مثل سيارة، يعني إذا الشارع ما كان في اتجاه أو الشارع ليس في اتجاه واحد، يعني في حركة مرور معاكسة وحركتك إلك وفي حركة مرور معاكسة إلك، والترام ماشي بالنص، فأكيد يمينا نحسبوه سيارة معناتها. أوكي، إجابة صح. بنروح على السؤال التالي. اوكي، خلصنا من هذا القسم، كان فيه 30 سؤال. بناخذ من هون شي 20 سؤال اليوم كمان وبننهي الفيديو، بكونوا 50 سؤال صاروا معنا. تدرب على الاسئله. ندخل على هذا القسم. عندنا اول سؤال، سؤال فيديو. اوكي، بنشغل الفيديو. طيب ماشيين كمان خارج المجال الحضري. سرعه كانوا محددين لي اياها انه ب 70 كيلومتر في الساعه. حاليا امور تمام. طلعت سيارة قدامنا للتجاوز. طيب نرجع نعيد الفيديو. انتبهوا على هذا الطابور اللي قدامي، السيارات بالشكل المعاكس لإلي. في سيارة عم تطلع من هذا الطابور بغرض التجاوز طبعا، ولكن هي كمان ما حسبت حسابها انه انا جاي مثلا من طريق المعاكس. انتبهوا هون. تمام، طلعت سيارة بغرض التجاوز، هاي السيارة الزرقاء. بنروح على المهمة. لماذا عليك تخفيض السرعة هنا؟ اكيد بسبب حركة المرور الخفية، بسبب السيارة التي تقوم بالتجاوز، هاي السيارة الزرقاء. تمام، ممكن اضرب فيها اذا انا ما خفف من سرعتي طبعا. بسبب السرعة المحدودة؟ لا، اجابة غلط. السرعة المحدودة. اذا بسبب هاي السرعة فلازم انا اخفف من سرعتي لحتى هي ترجع تدخل في هذا الصف. اجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. تسير امامك سيارة على طريق خارج المجال الحضري. في قدامك سيارة ماشية خارج المجال الحضري، المناطق الحضرية، بسرعة ابطأ نوعا ما مما هو مسموح به. في سيارة قدامك عم تمشي على مهلها شوي شوي بسرعة ابطأ نوعا ما مما هو مسموح به، فتغضب بسبب السيارة التي تمشي او ببطء. كيف تتصرف؟ انت بتغضب من هاي السيارة او بتعصب من هاي السيارة اللي ماشي قدامك ببطء، مثلا واحد ختيار عم يسوقها شوي شوي على مهله، فشو بتتصرف؟ وشغل التنبيه الضوئي لأن تسرع السيارة التي امامي. اجابة غلط. اضبط سرعتي لتناسب سرعة السيارة التي امامي. نعم، اذا كانت هي ماشية مثلا 40 انت كمان تقريبا لازم تمشي 35 40 مثلها، تضبط سرعتك لتناسب سرعة السيارة التي امامي. اتجاوز في الوقت المناسب. كمان هذا الشيء صح، انه بتمشي اول شيء وراها بسرعة تتناسب مع السرعة التي امامك او سرعة السيارة اللي عم تمشي ببطء قدامك، فبتتجاوز طبعا في الوقت المناسب او لما بتسمح لك الطريق في التجاوز خلاص بتتجاوزه. ما بتشغل لا تنبيه ضوئي ولا بتزمله ولا اي شيء. ممكن هو عنده مشكلة يعني بيمشي ببطء. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. انت تقود مركبتك بسرعة بطيئة على طريق ريفي ولقد تشكل طابور مركبات خلفك، كيف تتصرف؟ انت عم بتقود سيارتك لسبب ما بسرعة بطيئة كتير على طريق ريفية، انت على كيفك اجا انه تمشي ببطء، وفي طابور سيارات شكل وراك، مثلا 5 6 سيارات وراك ماشيين كمان هن ببطء بسببك طبعا. شو بتتصرف؟ هلا اشغل ضوء التحذير الوامض واتابع القيادة يمينا بقدر ما يمكن. لا، ممنوع تشغل ضوء التحذير الوامض بهي الحالة. انتظر من في موقع مناسب إذا لم تستطع المركبات التجاوز إلا من خلال ذلك. هذا الشيء صح. ممكن إذا أنت عم تمشي ببطء يعني في مشكلة ما أو لمشكلة في سيارتك على طريق ريفية أو أنت حابب تمشي ببطء، فإذا لم تستطع المركبات اللي وراك تتجاوزك فممكن توقف في موقع مناسب مثلا على يمين الطريق وتخليهم يعدوا، يعني ما راح يضلوا طول الطريق وراك. أمكن المركبات ورائي من القيام بالتجاوز. هذا الشيء كمان صح طبعا، لما بتوقف راح تمكنهم من ورائي بالقيام بالتجاوز. اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. تستطيع اخيرا تجاوز سيارة بطيئة قد اضطررت للسير خلفها لفترة زمنية طويلة على طريق ريفي، كيف تتصرف؟ اخر يعني اخيرا استطعت انه تتجاوز سيارة بطيئة كانت ماشية قدامك وانت كنت ماشي وراها لفترة طويلة من الزمن على طريق ريفي، كيف تتصرف؟ شو تساوي بعد ما بتتجاوز هاي السيارة اللي كانت ماشية قدامك ببطء وهالكة سماك؟ بعد التجاوز اقوم ببطء واضح لكي ابين للسائق الاخر تداعيات سلوكي. هذا الشيء غلط، خلاص بتتركوا شأنه.
بعد التجاوز أعود إلى المسار الأصلي مع الحفاظ على مسافة كافية لكي لا يعيق السائق الآخر. هذا الشيء صح، لازم ترجع على مسارك الأصلي بعد التجاوز وتترك مسافة كافية بينك وبين السائق الآخر. أخفض السرعة قليلا حتى أنبه السائق الآخر إلى قيادته البطيئة. هذا الشيء كمان غلط، إذا ممنوع تعمل هذا الشيء. خلص هو الزلمة بده يسوق ببطء يعني، أو هيك جاي على باله يعني، فأنت ما دخلك، خلص تتجاوزه وبتكمل طريقك وبتترك مسافة كافية بينك وبينه. مو تخفض السرعة قليلا قدامه حتى أنبه السائق الآخر إلى شو هالحكي يعني. بعدين هو كمان ممكن يأسرع مثلا ويجي يضرب فيك أو كذا، فالأمور التانية بلالك إياها. إجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. يرجى تشغيل الفيلم لتصبح على دراية. عندنا سؤال فيديو كمان، بنشغل الفيلم. طيب ماشيين طريق كمان خارج المجال الحضري، خارج المدينة. في عنا منعطف تقريبا على اليمين. اوكي، شو صار؟ ما فهمت انا. نرجع نعيد الفيديو. انا ما فهمت شو بدهم يعني. ورانا ما في شيء. طيب في سيارة جاية باتجاه المعاكس، حمراء زرقاء. في تراكتور كمان هون على في لبعيد في سيارة عم تقوم بالتجاوز. طيب الى المهمة. انتبهوا كيف لبعيد كتير. في هون سيارة بيضة شكلها عم تتجاوز هاي السيارة الخضراء. طيب لماذا عليك التأخر هنا؟ اوكي، اكيد بسبب هاي السيارة. معقول بسبب السيارة التي تتخطاك؟ اظن هاي يعني لا، لان الحد الاقصى للسرعة 80 كيلو متر في الساعة. كمان انا ما شفت لافتة بتحدد هذا الشيء. بسبب القاطرة. وين القاطرة؟ معقول اظن هاي يعني. فما بعرف، انا ما فهمت كتير من الاجوبة هاي. اكيد مو بسبب هاي اللي عم تتخطاك. طيب بنحط بسبب القاطرة. اذا هاي حاسبين انه هني قاطرة، هاي هي سيارة نقل صغيرة على فكرة. بسبب القاطرة. طيب بنحط هذا الجواب. بسبب السيارة التي تتخطاك. معناته هون بسبب السيارة التي تتجاوز. ليش تتخطاك هون؟ فما دخلنا فيها هاي. على كل حال ممكن بسبب هاي السيارة انه لازم تخفف من سرعتك. فترجمة سبحان الله، ترجمة لهلا ما تصلحت او تعدلت. المهم لماذا عليك التأخر في هذا السؤال؟ انتبهوا كتير. بسبب السيارة التي تتخطاك. مع اني انا ما شايف سبب مقنع انه هاي اللي عم تتخطاني. بالعكس هاي اللي عم تتخطى هاي السيارة اللي قدام الصغيرة مو مبينة. بسبب هاي ممكن نخفف من السرعة، مو بسبب هاي خلص مكملة طريقة ما دخلني فيها يعني. المهم انتبهوا على هذا الجواب كمان هون. اذا بسبب السيارة التي تتخطاك، هاي الإجابة صح، مو بسبب القاطرة. ماشي، إجابة هون صح. انتبهوا على هذا السؤال. على كل حال رح نرجع له هلا بآخر هذا الفيديو مشان نتأكد منه. نروح على السؤال التالي. على ما عليك الانتباه عند التجاوز بخصوص المسافة. شو لازم تنتبه له عند التجاوز بخصوص المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي عم تتجاوزها؟ مثلا الالتزام بمسافة جانبية كافية تفصل بينك وبين مستخدمي الطريق الآخرين. لازم تلتزم بهذا الشيء، تكون في مسافة بينك وبين المستخدمين الطريق الآخرين، مسافة جانبية كافية. الالتزام بمسافة جانبية أكبر بينك وبين المركبات متعددة المسارات مقارنة مع المسافة الجانبية التي يجب أن تفصلك عن المركبات ذات مسار واحد. لا، الالتزام بمسافة جانبية كافية تفصلك خاصة عن الأشخاص. هذا الشيء صح، لازم تلتزم بمسافة جانبية كافية خاصة عندما عند الأشخاص وعند الدراجات الهوائية والنارية. إذا هاي المسافات لازم تلتزم فيها وتنتبه عليها، وتكون في مسافة بينك وبينهم جانبية كافية. أوكي، إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما الذي يجب توقعه في هذا الوضع؟ بنشوف هاي الصورة. شو لازم تتوقع في هاي الصورة؟ مثلا عندنا سائق دراجة هوائية قدامنا، في قدامه يمكن عدى معنا هذا السؤال، في قدامه سيارة حمراء هاي الواقفة، فممكن هو ينحرف يسارا ويكمل طريقه. تمام، فأكيد ما رح يستنى الزلمة. سيمر راكب الدراجة الهوائية يسارا من جانب السيارة المركونة. هاي الشيء صح. وجود حركة مرور معاكسة. سينزل راكب الدراجة الهوائية ليسمح لك بالمرور. هذا إجابة غلط. إذا ممكن تكون في حركة مرور معاكسة في هذا الطريق لإلنا، وممكن هذا كمان يكمل يسارا ويروح يكمل في طريقه. أكيد ما رح ينزل من البسكليت أو الدراجة ويقول لك تفضل يا عمي، هو كمان بده يمرق. طيب إجابتين هون أنا صح. بنروح على السؤال التالي. لقد تعرضت إلى هذا الموقف بعد تجاوز عدة شاحنات، كيف تتصرف الآن؟ هلا أنت تجاوزت كذا شاحنة ووصلت لهون. هلا حاليا في قدامك بعد شاحنتين، واحدة حمراء واحدة بيضاء. أوكي، وفي عنا منعطف على اليسار هون.
ماشي. فشو بتتصرف اذا صرت بهذا الوضع حاليا؟ طبعا شوفوا من ورا في شاحنات كمان، انت عم تتجاوز شاحنتين ولكن في قدامك هلا صار في منعطف وما في مسافة كافية للتجاوز هاي الشاحنتين. هلا شو بتتصرف؟ أتابع عملية التجاوز بسرعة وأدخل إلى المسار من جديد أمام الشاحنة الحمراء؟ لا، كونه في قدامك منعطف فهذا الشيء ممنوع. أشكل مسافة أمان كافية بعد الانتقال من جديد إلى المسار؟ نعم. وألغي عملية التجاوز، يعني بتلغي عملية التجاوز، ترجع بتدخل على هذا المسار الأيمن وبتشكل مسافة كافية بينك وبين الشاحن اللي أمامك. إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. يرجى تشغيل الفيلم لتصبح على دراية بالوضع. عندنا سؤال فيديو كمان، نشغل الفيديو. اوكي ماشيين ضمن او خارج المجال الحضري كمان، ضمن صفين مرصوفين من الاشجار هيك بيقولوا عليه. طيب من ورا ما في شيء. نرجع بنعيد الفيديو. انتبهوا في سيارة قدامنا، سيارة شحن كبيرة شوي، وفي سائق دراجة طبعا على هذا الطريق المعاكس كمان هو جاي، فهو عم يتجاوز الدراجة الهوائية ولكن عم ينحرف لمسارنا شوي. انتبهوا هاي سائق الدراجة، هاي هذا الزلمة عم يتجاوز ولكن خلال تجاوزه لهاي السائق الدراجة عم يدخل على مسارنا. ماشي، صار الطريق قدامنا ضيقة هلا هيك. فبنشوف الأجوبة. كيف تتصرف بشكل صحيح؟ أسير يمينا قدر الإمكان، هذا الشيء صح. أبقى في وسط مسار سيري، لا. وفرمل، لازم تخفف من سرعتك وتفرمل، وكمان تسير يمينا قدر الإمكان هون، يعني مشان ما تضرب في هاي السيارة اللي عم تقوم بالتجاوز واللي دخلت على مساري. إجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي، كمان سؤال فيديو، بنشغل الفيديو. ايه اوكي، انا هذا السؤال جاني بالامتحان كمان. هلا في سيارة جاية من يسارنا، انتبهوا من المراية من ورا راح تدخل هيك بشكل مباشر قدامي بالمسار. هاي السيارة اللي على اليسار من المراية. اجاني هذا السؤال بالامتحان. طيب نرجع نعيد الفيديو. نحن ماشيين ضمن المدينة طبعا. في سيارة عم تقوم بالتجاوز من وراي بشكل متهور، ليك طلعت اجت راح تدخل هلا قدامي كمان بشكل متهور فورا هيك، لانه في اتجاه معاكس سيارة جاي. بنروح للمهمة وكبر مسافة بيني وبين المركبة التي دخلت الى مساري، هذا الشيء صح. وفرمل، نعم. وحافظ على سرعتي، لا. اذا بتحافظ على سرعتك ممكن تضرب فيها، فلازم تفرمل، تخفف من سرعتك وتشكل او تكبر المسافة بينك وبين هاي السيارة اللي حاليا دخلت قدامنا. اجابتين صح. بنروح على السؤال التالي. انت تقود على طريق خارج المناطق الحضرية وتريد تجاوز سيارة. طيب انت عم تسوق خارج المدينة وتريد تجاوز سيارة، اين ينبغي ان ينتهي التجاوز على ابعد تقدير؟ وين لازم ينتهي التجاوز على ابعد تقدير؟ اوكي، قبل بداية خط مستمر، هذا الشيء صح. ان الخط المستمر ممنوع التجاوز اطلاقا وقتها، ممنوع تتجاوز الخط المستمر طبعا اللي بنص الطريق. قبل بداية الخط الارشادي، هذا الشيء غلط. قبل إشارة حظر التجاوز لجميع أنواع المركبات، هاي الإشارة الدويرة فيها سيارتين وفيها خط بالنص إنه ممنوع التجاوز. إذا قبل إشارة حظر التجاوز وقتها ممنوع التجاوز سيارات بعضها. الإرشادي، الخط الإرشادي اللي موجود على الخط أسهم، يعني مثلا على اليمين أو على اليسار أو مخرج تسارع أو تباطؤ، هذا الخط ما دخلنا فيه. بس قبل خط بداية خط مستمر كمان تحديد المسار، هاي هون كمان ممنوع وقتها تتجاوز سيارات. أوكي، إذا جوابين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. كمان عنا سؤال فيديو، بنشغل الفيديو. أحب أنا أسئلة الفيديو، بس قبل شوي ما حبيته، ما عرفنا الجواب، كان الأجوبة فيها غلط، ما بعرف. أوكي ماشيين كمان بطريق خارج المجال الحضري. في رف طابور سيارات جاي بالجهة المعاكسة إلنا. في سيارة آخر وحدة ما عدت، انتبهوا عليها. إذا خارج المجال الحضري ماشيين ورا هاي الشاحنة الكبيرة اللي ممكن تحجب الرؤية على كل حال عن السيارات الجاية. شوف هاي آخر سيارة من هون لساتها بتدخل هلا ورا هاي الشاحنة وما بقى تبين. تمام. إلى المهمة. أنت تريد أن تتجاوز، ما الذي يمنعك من ذلك؟ أكيد حالة الطريق، مسار الطريق، نعم. كونه مسار الطريق هلا عم بنعطف نحو اليمين فالرؤية مو واضحة كتير. حالة الطريق غلط. حالة الطريق انه مثلا في مطر، في ثلج، في كذا، حال العامل الطريق، هذا الشيء غلط. حالة الطريق الجو حلو، دنيا حلوة هون، ما في شيء. حالة الطريق، مسار الطريق، مسار اللي عم نمشي على الطريق، يعني هذا اكيد. او حركة المرور المعاكسة، طبعا في حركة مرور معاكسة. هلا في سيارة دخلت ورا هاي الشاحنة هون ما بقى تبين الي. اذا هون اجابتين معنا صح. بنروح على السؤال التالي.
ما الذي يجب أن تتوقعه إن أردت التجاوز؟ إذا بدك تتجاوز السائق الدراجة هاد شو لازم تتوقع؟ طبعا الأرض هلا هي حالة الطقس أو الطريق، حالة هون إنه في تلج بالطريق وتلج نازلة، فشو لازم تتوقع إذا أردت التجاوز؟ طريقة قيادة غير آمنة لراكب الدراجة الهوائية، ممكن يتلبك هذا سائق الدراجة الهوائية هذا ممكن يتلبك، يعني طريقة غير آمنة لراكب الدراجة الهوائية. ممكن خطر الانزلاق، ممكن تنزلق انت وممكن ينزلق هو كمان، ماشي. إطالة مسافة التوقف كمان ممكن، كونه في تلج على الطريق طبعا رح طول مسافة التوقف السيارة. إذا 3 معنا هون صح، بنروح على الإجابة أو السؤال التالي. أنت تريد أن تتجاوز راكب دراجة هوائية في شارع على طريق صاعد، كيف تتصرف؟ بدك تتجاوز راكب دراجة هوائية في طريق أو في شارع طريق صاعد، هون صاعد طلع ما بعرف هون شو قصدينا بالضبط. شو بتتصرف؟ يجب علي أمر بقرب شديد وبحذر من راكب الدراجة الهوائية. لا، ممنوع تقترب من راكب الدراجة الهوائية بقرب شديد، هاي إجابة غلط. يجب علي المحافظة على مسافة جانبية كبيرة، أن 2 3 لازم تحافظ بينك وبين اللي عم تتجاوزه، مثلا راكب دراجة هوائية. وأن أسمح لحركة المرور المعاكسة بالمرور قبل أن أتجاوز، كمان هذا الشيء يجب عليك أن تسمح لحركة المرور المعاكسة بالمرور قبل أن أتجاوز. إجابتين هون معنا صح، بنروح على السؤال التالي. يتم تجاوزك واقتربت منك حركة المرور المعاكسة بشكل خطير، بالرغم من ذلك تستمر المركبة الأخرى بعملية التجاوز، كيف تتصرف؟ طيب، في حدا عم بتجاوزك من جهة اليسار لألك، ماشي، في سيارة عم بتتجاوزك من جهة اليسار لألك، ولكن لقدام أو قدامك في حركة مرور معاكسة اقتربت بشكل كبير أو بشكل خطير إلكم انتوا الاثنين، هو اللي عم بتجاوز وانت ماشيين بهذا الطريق. اوكي، هلا بالرغم من ذلك السيارة اللي جنبك اللي عم تقوم بالتجاوز ما خففت او عم بتكمل في عملية التجاوز، يعني لازم بهاي الحالات تقريبا انه هو هذا اللي عم بيقوم بالتجاوز يخفف من سرعته ويدخل وراك مثلا، بس هو هذا الزلمة هون مكمل طريقه وبده يخلص التجاوز، فأنت شو بتتصرف؟ أقود بأقصى اليمين وأحافظ على نفس السرعة، إجابة غلط، وخفض السرعة. إذا أقود بأقصى اليمين، تاخد أقصى شيء يمينك وتخفف من سرعتك، لأنه الزلمة هذا ميبس راسه إلا بده يتجاوزك، فبتخفف من سرعتك وبتقود لأقصى اليمين لحتى تخليه يدخل لقدامك، أكيد هذا الشيء صح. أزيد السرعة، إجابة غلط. إذا أنت زدت السرعة وهو عم بيقوم بتجاوزك فبتصير مشكلة، بعدين بتضرب السيارة اللي جاية بالطريق المعاكس لكم. فإجابة هون وحدة صح. بنروح على السؤال التالي. يرجى تشغيل الفيلم لتصبح على دراية بالوضع. عنا سؤال فيديو هلا داخل المدينة ماشيين نحن كمان. هذا السؤال تقريبا بيشبه السؤال اللي عدى معنا قبل شوي. اوكي، في سيارة طلعت من ورا بقصد التجاوز ليكا من على اليسار. الأسئلة عم تنعاد شكلها، هاي لسه ما دخلت قدامي طبعا، انتبهوا كيف. نرجع بنعيد الفيديو. هديك دخلت قدامي مباشرة، هلا هاي كأني شكلها عم تكسر علي. انتبهوا هون على الفيديو، هاي لسه ما دخلت قدامي، صار الوضع خطير هون. الى المهمة السيارة الثانية اللي جاية باتجاه المعاكس وصلت لهون وهو لسه ما دخل لقدامي، ماشي. شكله بده يكسر علي على الطريق هون لقدامي، فشو بتتصرف؟ ازيد من السرعة غلط، وحافظ على اخفض من سرعة السير. طبعا لازم تخفف بشكل كبير لحتى تسمح له لهذا المتهور يدخل لقدامك. اجابة هون واحدة معنا صح. بنروح على السؤال التالي، كمان سؤال فيديو، بنشغل فيديو. طيب ماشيين قدامنا في مزلقان هلا او سكك حديدية على بعد، هلا صار 160 شخطين حمراء صاروا 160 متر. شخطة واحدة حمراء قلنا 80 متر. طيب نرجع نعيد الفيديو. تقريبا نفس حالة اللي عدت معنا قبل شوي، انه هنيك كان في شاحنة كبيرة عم تتجاوز او بدها تتجاوز راكب دراجة. هون هلا في سيارة صغيرة عم تتجاوز راكب دراجة هوائية ليكو او ليكا. هاي سائقة دراجة هوائية وفي هاي سيارة صغيرة عم تقوم بالتجاوز. طيب الى المهمة، تقريبا هالحالة عدت معنا ولكن وقتها كان في شاحنة. طيب نشوف شو بدون. ماذا عليك ان تضع في الحسبان في هذا الموقف؟ اوكي، السيارات القادمة او السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس سوف تقوم الان بالتجاوز دون اجتياز منتصف الطريق. غلط. اذا بدها تتجاوز فاكيد رح تتجاوز منتصف الطريق، صح هذا الشيء. الانحراف ومتابعة السير متجاوزة منتصف الطريق، نعم. كونه هي اشرت، نحن دائما بنتخيل الأسوأ. طبعا انا قلت لكم من قبل عم بتأشر هون يسارا انه بدها تتجاوز هاي، فانت تخيل بمخك انه ممكن تتخيل الأسوأ، انه ممكن تنحرف
وتابع السير متجاوزة منتصف الطريق. طبعا لما عم تتجاوز منتصف الطريق هذا معناتها عم تيجي على مساري، فهذا الشيء بشكل خطر علي. الفرملة وعدم تجاوز منتصف الطريق هي إجابة غلط. هي الزلمة هون مؤشر يسارا انه معناتها بده يتجاوز، فانت لما بتتخيل الأسوأ فممكن يتجاوز يعني. إجابة واحدة هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي، كمان سؤال فيديو، بنشغل الفيديو. اوكي كمان ماشيين خارج المجال الحضري، سيارة حمراء ورانا. سيارة باتجاه المعاكس عدت. هاي السيارة الحمراء بلشت. اوكي في مشكلة هلا في سيارة حمراء ورانا، انتبهوا عليها. لقدام في عنا منخفض او نزلة مثل ما بيقولوا لقدام الطريق نفسه هذا، فالطريق مو واضح كله. هون اعطينا اشارة انه في منخفض لقدام. بنروح للمهمة. اذا لقدام شوفوا هون كيف الطريق مو واضحة لقدام، الرؤية مو منيحة لانه في منخفض لتحت. اوكي فالرؤية مو واضحة وفي سيارة جنبنا عم تقوم بالتجاوز، فهلا ممكن فجأة تيجي سيارة بالاتجاه المعاكس يعني وتضرب بهاي السيارة اللي عم تقوم بالتجاوز حاليا، تساوي مشكلة كبيرة هون. فما الذي قد يجعل هذا الوضع خطيرا؟ اكيد الجرار، السيارة الحمراء، حركة المرور المعاكسة. اكيد الجرار ما له علاقة فيه، ليك الجرار هون على الطريق الزراعية هون. اذا الاتجاه المعاكس، حركة المرور المعاكسة ممكن ان تجعل الوضع خطيرا، والسيارة الحمراء كمان كونه في حركة مرور معاكسة طبعا بسبب انه الطريق مو مكشوف كله، في نزلة لقدام. اذا اجابتين هون معنا صح. بنروح على السؤال التالي. أنت تقود بسرعة 100 كيلومتر في الساعة على طريق خارج المناطق الحضرية وأمامك شاحنة سرعتها 70 كيلومتر في الساعة. أنت عم بتقود خارج المدينة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وفي قدامك شاحنة سرعتها 70 كيلومتر في الساعة. كم يجب أن تبعد كحد أدنى عن هضبة الطريق عندما تبدأ بالتجاوز؟ نفس المثال اللي عدى معنا هون هلا حاليا. هون كان بفيديو، هلا تقريبا بالسؤال بدون صورة ولا فيديو. لازم تكون بعيد عن هضبة هذا الطريق أو بعيد عن هضبة الطلعة أو النزلة 800 متر، لا 200 ولا 400، اكثر شيء على طول دائما من هون. تمام. في كتير اسئله عم تنعاد معنا انه اختاروا اكثر شيء على طول. اذا هون اكثر شيء 800 متر، لازم تبعد كحد ادنى عن هضبه الطريق عندما تبدا بالتجاوز اذا كانت سرعتك هيك طبعا. اذا 800 متر لازم تبعد عن هضبة الطريق عندما تبدأ بالتجاوز. تقريبا نفس جواب نفس الاستنتاج اللي هون طلع معنا بالفيديو. إجابة صح. هون بنروح على السؤال 20 والأخير اليوم معنا. تقريبا هيك صاروا قديش 50 سؤال اليوم، بكفي اليوم. بنشغل آخر فيديو اليوم معنا. كمان ماشيين بطريق خارج المجال الحضري، عم نأشر يسارا. طيب بدنا ندخل على مفرق يساري، في سيارة حمراء اجت من ورا، انتبهوا على المراية من ورا. بنرجع بنعيد الفيديو. نحن ماشيين بطريق خارج المجال الحضري، طبعا عم نأشر يسارا، بدنا ندخل على مفرق فرعي من اليسار، جهة اليسار. انتبهوا من وراء المرايات هاي الجنابية اليسرى في سيارة حمراء جاي، انتبهوا عليها. بنروح للمهمة. اذا نحن لما ندخل بهذا المفرق الصغير هون، قبل ما ندخل في سيارة حمراء عم تقوم بالتجاوز اللي وراي وجاي باتجاهي هلا حاليا. ماشي. فكيف يجب عليك أن تتصرف؟ أنعطف كي أفسح الطريق بسرعة للسيارات القادمة من خلفي. إجابة غلط. أنعطف كي لا يربك ترددي السيارات القادمة من خلفي. غلط. أنعطف بعد أن تمر السيارة المتجاوزة من جنبي. هاي إجابة صح. إذن راح بنعطف على اليسار، ولكن بعد ما تعدي هاي السيارة الحمراء اللي عم تأشر أو اللي عم تقوم بالتجاوز حاليا، بنعطف بعد ما تعدي هي. لا يربك تردد السيارات القادمة من خلفي. إجابة غلط. وأنعطف إذا انعطف فورا فممكن السيارة الحمراء اللي عم تقوم بالتجاوز تضرب فيك، يعني تساوي مشكلة بعدين حادث. إذا هاي إجابة صح. هون بنروح اليوم ننتهي، بنكون انتهينا اليوم من الدرس ال14. صاروا معنا شي 50 51 سؤال، ولكن قبل ما ننهي الفيديو لحظة أنا نرجع لورا مشان نحل السؤال اللي جاوبنا عليه غلط. هون سؤال الفيديو اللي جاوبنا عليه غلط. نرجع نعيد الفيديو مشان تتذكروا. هذا الفيديو اللي جاوبنا عليه قبل شوي غلط، نرجع بنحله هلا. انا ما فهمت الاجوبه بالضبط، يعني الترجمه سيئه جدا يعني. اوكي هاي سيارة عدت اول وحده وهي الثانيه. طيب يعني ليش لازم تخفف من سرعتك؟ بسبب السياره التي تتخطاك مثلا. عم بيقولوا انه بسبب هاي، على الرغم انه مو بسبب هاي، بسبب هاي السياره اللي عم تقوم بالتجاوز حاليا هلا. ما بعرف. اذا هون لماذا عليك التاخر هنا او الابطاء هنا مثلا؟ اذا الحد الاقصى لا، بسبب القاطرة. انا جاوبت اول شوي قاطرة، حسبتها هي قاطرة فطلع الجواب غلط. اذا بسبب السيارة التي تتخطاك.
ممكن تشوفوا انتوا عندكم كمان شو الترجمة الصحيحة لهذا السؤال. المهم بسبب هاي السيارة انا بظن. اوكي اذا نجاوب عليه كمان مشان ما تخربطوا انتوا كمان. اجابة صح. اذا الى اللقاء في الدرس القادم. باي باي.